السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات اللي كيتابعوا قناة قصة مع خطوة. كنرحب بكم من جديد. ان شاء الله تكونوا دوزتوا العطلة ديال وليداتكم بخير وعلى خير، وبديتوا عاوتاني دخول مدرسي. الله يستر لنا ولكم، والله يهدي وليداتنا ووليدات المسلمين يا رب. اليوم قلت غادي نسجل لكم واحد الفيديو ديال الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى في جميع الأنحاء الأحوال ديال الإنسان. الإنسان، لأنه كيف ما كتعرفوا الحياة ما كتبقاش مستقرة على واحد الوضع، وما كيبقاش الإنسان دائما يعني هكذا كيف ما هو من صغره حتى كيكبر، حتى كيولد وليداته. فكاين واحد التغيرات اللي كتوقع في الحياة ديال الإنسان، فلا بد من أنه مرة كنوقفوا وكنديروا واحد الوقفة. الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على جميع الأحوال. اللهم لك الحمد والشكر. كيف ما كتعرفوا كاين بعض الناس اللي ملي كتوقع لهم شي مصيبة او كيوقع لهم شي حاجة اللي هي صعيبة بزاف، فما كيتحملش وكيقول علاش بوحدي اللي كيوقع لي بزاف ديال الحوايج. نتمنى انه الواحد دائما يذكر او يتفكر هذوك الحوايج الزوينين اللي وقعوا لك في حياتك. راه ملي كتوقع لك شي حاجه زوينه ما كتقولش علاش بوحدي اللي كتوقع لي الحاجه زوينه، بالعكس كتفرح بها. فحتى المصائب ربي سبحانه وتعالى ملي كيختار واحد الشخص انه توقع ليه شي مصيبه او واحد المرض او واحد الالم او اي حاجه كتضرك كتبان لك انها ما غاديش تقدر عليها، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختارك بين العباد أو اختارك بين العباد لأنك أكيد تستطيعين التحمل، عندك القدرة التحمل وعندك واحد الوقت اللي هو محدد. راه مستحيل يعني دائما تبقي في الألم أو دائما تبقي في الفرح، فمرة هكذا ومرة هكذا. فدائما عارفي أن الله اختارك لأنك قوية ولأنك غتحملي هذاك الألم، وعندك واحد المدة اللي هي أكيد محدودة اللي غتعيشي في هذاك الألم أو هذاك الفقد أو كل واحد شنو كيوقع ليه في الحياة. فواحد المدة اللي محدودة كيف ما كنقول لكم، والله سبحانه وتعالى كيختبرك. هذاك الشيء غتعيشيه سواء قبلتي او رفضتي. فقط الاختلاف فين تيكون من شخص للشخص هو انه كيكون شخص كيتألم وكيطيح في شي مصاعب او مصائب كثيره بزاف، لكن كيقول دائما الحمد لله والشكر لله رب العالمين. مادام هادشي جاي ليا من الله سبحانه وتعالى انا راضيه وغنتحمل وكنشكرك سيدي ربي، اللهم لك الحمد والشكر. وكاين شخص اخر اللي هو كيسخط وتيقول علاش انا وقع لي هذا الشيء، واش بوحدي اللي كاين في الدنيا، ودائما كيسخط ودائما كيبقى كيلوم مثلا كيقول لكم ما درت هكا ما يوقع هكا وكينسى قدرة الله سبحانه وتعالى في الحياة، وكينسى ان اذا اراد الله شيء ان يقوله كن فيكون. القدر دائما كيكون مكتوب عليك قبل ما تجي الدنيا. فخصنا دائما نحطو في راسنا ان كيكونوا شي حوايج كيوقعوا لينا سواء بغيناهم ولا كرهناهم. فقط كما قلت لكم الفرق بين شخص لشخص هو ان كاين شخص كيرضى بما قسم الله له، وكاين شخص ما كيقدرش يتحمل وما كيقدرش يقبل الواقع، ودائما تيقول علاش انا وكيسخط وما كيديش الاجر. والشخص الاول كياخذ الاجر عند الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لانه رضا بالقدر خيره وشره، واللهم لك الحمد والشكر. نكثروا الحمد ونكثروا الشكر ونعرفوا ان الحياة واحد كنعيشوا فيها واحد المسافة اللي ممكن يوقع لنا فيه اي حاجه وقع لشي واحد اخر، ممكن يوقع لك انت، ممكن يوقع لي انايا. فما نتصدموش، ودائما الحمد لله ونشكره ونقول اللهم لك الحمد والشكر. اللهم احفظ لنا صحتنا واشفي كل مريض يا رب العالمين. إلا عندكم شي واحد مريض في عائلتكم الله يشفيه لكم، الله يشفينا ويشفيكم وجميع مرضى المسلمين. دائما الله يجعل الحمد والشكر على ألسنتنا يا رب العالمين. لك الحمد والشكر حتى ترضى، وبعد الرضا نحن راضيين بما قسم الله لنا. اللهم لك الحمد في كل وقت وحين. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتاخذوا واحد الطاقة إيجابية، ودائما ترضوا بما قسم الله لكم وترضوا بالقدر خيره وشره، ولكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نتمنى يعجبكم الفيديو، تقولوا لي الرأي ديالكم في الكومنتير، وان شاء الله يكون فيديو جديد اخر. هذا درتو فيه غير 4 دقائق باش ما نطولش عليكم، حيت جاليه في بالي هذه الرساله وبغيت ندوزها لكم في هذه القناه المباركه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.